وأخيرا المحكمة تبث في القضية التي رفعتها إليسا على زياد بورجي بخصوص أغنية بطير المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي بصوت زياد بورجي، والتي لاقت نجاحا كبيرا منذ إصدارها. المحكمة كان لها رأي آخر، فقد منحت حقوق الأغنية لإليسا التي أصدرتها تحت اسم أنا وبس. وشارك زياد بورجي مع جمهوره الخبر عبر ستوري انستغرام معلقا في بيان له: لا شك أن قرار العجل الذي وصلنا اليوم كان مفاجئا لنا، بما أننا لم نتبلغ عن وجود أي دعوى في هذا الموضوع، ولم يتم الاستماع إلينا أو بيان دفاعنا، وبالنتيجة إن جميع القرارات التي تصدر بهذه الطريقة هي قرارات مؤقتة، والعبرة في الخواتيم. القرار نتج عنه حذف الأغنية على منصة التواصل الاجتماعي بصوت زياد بورجي، والإبقاء فقط على النسخة المسجلة بصوت إليسا. إليسا بدورها أصدرت بيانا بخصوص هذا الموضوع، وقالت: تنازلا عن كامل حقوقهما الفنية والأدبية، تقصد زياد بورجي والشاعر أحمد ماضي، وقبض حقوقهما المادية الناتجة عن التنازل المذكور. عدا وبشكل مناف لأبسط القواعد القانونية والأدبية بإعادة نشر الأغنية تحت عنوان وبطير. الجمهور أيضا قال كلمته في الموضوع، وانحاز بشكل كبير لصف النسخة التي غناها زياد بورجي، واعتبروها أجمل بكثير مما أدته إليسا، وعبروا عن استيائهم من عدم تواجد النسخة التي غناها زياد بورجي وحذفها من مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على يوتيوب.